السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أغرب حوار بين اللسان والجوارح؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد. ما هو أغرب حوار يدور ما بين اللسان والجوارح؟ اسمع معي لما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، يعني كل صباح إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني إيه تكفر اللسان؟ يعني تخضع وتذل للسان، فتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يعني اللسان ده ممكن إن هو يضيع الإنسان، وممكن إن يكون سبب دخول الإنسان ده إلى الجنة. اللسان ممكن يودي الإنسان إلى النار، وممكن يودي الإنسان إلى الجنة بفضل الله أولا وآخرا، فإننا لن ندخل الجنة أصلا إلا برحمة الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا الله! فإما أن يكون اللسان يأخذ بأيدي العبد إلى الجنة، وإما أن يكون سبب دخول النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بقى جاءت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. اللي يصمت ينجو. نعم، لأن اللسان ده لو قال كلمة، الكلمة دي ممكن تودي في مشاكل، ممكن تخلي الإنسان بكلمة واحدة ممكن يخرج من دين الله، بكلمة واحدة ممكن يستجلب غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عند الترمذي بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ يعني كيف ننجو؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. 3 حاجات: امسك لسانك، لا تتكلم في أي شيء يغضب ربنا، ولا تتكلم في سيرة حد ولا في حق حد، ولا تغتاب ده، ولا تسعى بالنميمة، ولا تقذف الناس، ولا ما تتكلمش في سيرة حد، ولا تتكلم بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى. أمسك عليك لسانك، ده أهم حاجة. وبعدين وليسعك بيتك، يعني خلي اختلاطك بالناس على قدر الايه، يعني قدر اللي هو يعني اللي انت محتاج له. هتروح تصلي معاهم الصلوات الخمس، محتاج تروح تجاملهم في مناسباتهم إلى غير ذلك، محتاج تواسيهم، إنما ما تكثرش من الخلطة. تمام؟ وابكي على خطيئتك، على خطيئتك، اندم على اللي فات، لأن النبي قال: الندم توبة. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني الفم وبداخل الفم اللسان، يعني حاجتين، يعني تضمن انت تاكل لقمة حلال، ما تاكلش حرام، وان انت لا تتكلم إلا بما يرضي الله. يبقى من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني الفرج لا يستعمله إلا في الحلال، أضمن له الجنة. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: إن العبد، خدوا بالكم بقى الحديث مرعب، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، خد بالك بقى، ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وفي المقابل: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يكتب الله عليه بها غضبه إلى يوم القيامة، وفي رواية تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولذلك كان أحد السلف يقول: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. قلت الكلمة دي ليه؟ قلتها عشان كذا يا ربي. سبحان الله. فشوف، من 40 سنة لا يتكلم إلا بكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحاسب أنفسنا، ولا نتكلم إلا بالكلام اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونقعد نحاسب نفسنا يا جماعة. يعني إيه المشكلة إن إحنا نحاسب نفسنا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اقعد كده واقعدي كده
كده كل يوم حاسبوا نفسكم، كل يوم كده أنا قلت إيه واتكلمت في حق مين، طب قلت الكلام ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أحد السلف كان تاب بسبب عملية حسابية جميلة قوي، وهو قاعد كده مع نفسه فبيقول إيه، بيقول أنا عايش دلوقتي بقالي 60 سنة، يعني أنا لو كنت أذنبت كل يوم ذنب واحد بس ولم أتب منه، فكده أنا سألقى الله بآلاف الذنوب، يا خبر أبيض، فكيف لو كنت أذنب في كل يوم مئات الذنوب، فما كان منه إلا أن تاب وعاد إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يتحلل من مظالم اللسان، لأن ممكن الإنسان يقول كلام غير طيب لكنه ليس مظالم في حق العباد، يقول كلاما بذيئا مع نفسه، أو يعني بيتكلم مع أصدقائه كلاما بذيئا، وهذا الكلام يؤخذ عليه، لكن الأسوأ منه أن يكون كلاما في حق إنسان آخر، كأن يغتاب أحدا، كأن يسعى بالنميمة بين اثنين ليوقع بينهما، كأن يقذف محصنة، كأن يتكلم بكلمة عياذا بالله يضيع بها حق طفل يتيم بأن يشهد شهادة زور إلى غير ذلك. فلا بد أن يتحلل من تلك المظالم. أتحلل إزاي بقى من مظالم اللسان؟ أتحلل من مظالم اللسان، لو كنت اغتبت حد يبقى أدعو له، طبعا مش هقدر أروح أقول له أنا اغتبتك فسامحني، لأن في الغالب مش هيسامحه. احنا بنقول في الغالب، ممكن في ناس بتسامح لكن الغالب ما بيسامحش، فاحنا بنقول لا خلاص، عشان حتى ما تبقاش في عداوه ما بينهم، يكثر من الدعاء له والاستغفار له، ويدعو له بالجنه وبالمغفره وبسعه الرزق الى غير ذلك، فتكون تلك كفاره لتلك الغيبه. وإن هو لو اتكلم مع حد وقال في حق هذا الرجل كلمة سيئة، يرجع لنفس الشخص ويقول له في حق هذا الرجل كلمة طيبة. يعني لو قال له ده بخيل، يرجع يقول له لا، ده أنا كنت بتخيل ذلك لكنه إنسان كريم وإنسان فاضل، وهكذا. يعني يبرئ ساحته من الكلام أو التهم اللي قالها في حقه. طب لو سعى بين اثنين بالنميمة، لا يكفي الدعاء ولا الاستغفار لأنه أفسد بينهما، فلازم يروح يصلح ما بينهم ويقول لهم ربنا بيسامح، أنتوا مش هتسامحوا، أنا في لحظة ضعف نفسي، يعني لحظة ضعف إنساني وقعت ما بينكم وقلت لك كذا والله ما حصل، وقلت لك انت كمان حصل كذا وهو ما حصلش، فانا بعتذر لكم والله ما حصل، لا فلان قال عليك ولا فلان قال عليك، ويجمع ما بينهم ويصلح ما بينهم. لو قذف محصنة يروح ويبرئها، لو شهد شهادة زور يرجع ويشهد شهادة الحق، وهكذا. اذا فاللسان يا احبابي، اللسان ورب الكعبة امره خطير جدا. الحقوا نفسكم وتوبوا إلى الله عز وجل وتحللوا من مظالم اللسان، وفيما تبقى من أعمارنا أمسك عليك هذا، زي ما النبي قال لعقبة بن عامر أمسك عليك هذا، وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. يبقى لابد أن نصمت حتى ننجو من تلك الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله الله في اللسان، والله الله في أعراض الناس. لا أقول أعراض المسلمين فحسب، لا نتكلم على أحد، لا أعراض مسلمين ولا غير مسلمين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، مش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. وصف المولى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين بس. الله أكبر. أول آية في كتاب الله، أول سورة في أول سورة الحمد لله، الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب المسلمين. آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس، ولم يقل رب المسلمين فقط. إذن فلا بد أن نحافظ على ألسنتنا، ولا نجعل لسان يتكلم إلا بقراءة قرآن أو ذكر لله أو كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا أجمعين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.